تخيل معايا برج بارتفاع أكتر من 1000 متر في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، بيخطف الأنظار من كل ناطحات السحاب اللي عرفناها قبل كده. ليه مصر بتسعى إنها تبني أطول برج في العالم؟ وهل هو فعلا مشروع حقيقي هيتم تنفيذه ولا عبارة عن فنكوش جديد؟ وهل ده هيكون مجرد مبنى عالي وخلاص ولا ممكن يكون بداية لتغيير جذري في شكل المدن المصرية ومستقبلها الاقتصادي؟ برج المسلة مش مجرد مشروع عادي، ده رسالة واضحة إن مصر مش بس بتحلم لكنها قادرة تحقق أحلامها. ركز معانا في الفيديو وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. إيه قصة برج المسلة وليه هيكون على شكل مسلة؟ لو رجعنا للتاريخ المصري القديم هنلاقي المسلات كانت رمز للقوة والعظمة وبتتزين بالنقوش اللي بتحكي أمجاد المصريين. وبرج المسلة ماشي على نفس النهج لكن بتصميم عصري بيعكس طموح مصر إنها ترجع لصدارة المشهد العالمي. المشروع ده جزء من خطة شاملة للعاصمة الإدارية الجديدة، المدينة اللي بتتأسس علشان تكون واجهة حضارية للعصر الحديث. البرج ده مش هيكون رمز لمصر لكنه هيجمع بين الأنشطة التجارية والثقافية والسياحية. يعني مش مجرد مبنى، ده مدينة رأسية كاملة بتتخطى كل الحدود. ليه برج المسلة هيكون مختلف عن أي ناطحة سحاب تانية؟ برج المسلة هيكون حاجة مميزة بكل المقاييس. تخيل إن ارتفاعه هيزيد عن 1000 متر ومتفوق على برج خليفة في دبي. التكلفة المتوقعة للمشروع حوالي 3 مليار دولار، وده رقم ضخم لكن مش غريب على مشروع بالطموح ده. البرج هيتبني في قلب العاصمة الإدارية الجديدة اللي بتضم أكبر الحدائق والمساحات الخضراء. المبنى هيضم كل حاجة ممكن تتخيلها، من فنادق 5 نجوم وشقق سكنية فاخرة لمولات تجارية ضخمة ومطاعم عالمية. غير كده تصميم البرج مستوحى من المسلات الفرعونية وزهرة اللوتس اللي بترمز للنقاء والجمال. غير كده في فكرة مبتكرة للواجهات الخارجية واللي هتعكس أشعة الشمس بشكل طبيعي خلال النهار وتلمع بالليل بإضاءة فريدة تضيف للبرج طابع مبهر يميزه عن أي مبنى تاني في العالم. ليه العاصمة الإدارية الجديدة هي مشروع المستقبل؟ العاصمة الإدارية مش بس مشروع بناء مدينة جديدة، دي خطة لإنشاء مركز عالمي بينافس أكبر العواصم في العالم. المدينة بتغطي مساحة أكتر من 700 كيلومتر وبتتسع لأكتر من 6 مليون شخص. التخطيط بيشمل أنظمة ذكية لإدارة المرور وتكنولوجيا حديثة في كل جوانب الحياة. بالإضافة لكده المدينة هتضم مشروعات ضخمة زي أكبر حديقة ترفيهية في العالم ونهر صناعي بيمتد عبر المدينة. برج المسلة هيكون القلب النابض للعاصمة الجديدة ورمز لتقدم مصر في العصر الحديث. ومن ناحية البنية التحتية، العاصمة مجهزة بأحدث شبكات النقل العام والطرق الذكية اللي بتسهل الحركة بين كل مناطقها. يعني مش بس هتكون مدينة ذكية لكنها كمان هتخلي حياة الناس أسهل وأريح بكتير. كمان العاصمة الإدارية بتتضمن مشروعات إسكان متعددة بتناسب كل الفئات، من شقق اقتصادية لفيلات فاخرة. ده غير المؤسسات الحكومية اللي هتكون مقرها الجديد في العاصمة الإدارية، وده معناه إن النشاط الاقتصادي والحكومي كله هيتركز في المدينة الجديدة. نرجع تاني لبرج المسلة. إزاي برج المسلة هينافس أكبر الأبراج في العالم؟ المنافسة في مجال ناطحات السحاب مش سهلة، لكن مصر دخلت السباق بثقة. برج خليفة في دبي بارتفاع 828 متر كان دايماً الرائد، وبرج جدة في السعودية اللي تحت الإنشاء هيوصل لارتفاع 1000 متر. لكن برج المسلة هيكسر الأرقام دي ويكون الأعلى عالمياً. ده مش بس عن الطول لكن عن التصميم الفريد والوظائف المتعددة اللي هتخليه معلم عالمي. ولو اتكلمنا عن موقع البرج فهو في قلب العاصمة الإدارية الجديدة وعلى مقربة من أكبر المناطق الخضراء، وده هيدي الزوار تجربة مختلفة تماماً تجمع بين جمال الطبيعة وروعة التصميم العمراني. كمان البرج هيكون فيه مرافق ترفيهية زي منصات مشاهدة بانورامية تدي الزوار فرصة يشوفوا المدينة بالكامل من أعلى نقطة. ده غير المطاعم العالمية اللي هتقدم تجربة فريدة للزوار. التصميم المعماري للبرج تحفة فنية بكل المقاييس. التصميم الخارجي للبرج مستوحى من التراث المصري القديم. الواجهة بتجمع بين المسلة الفرعونية وزهرة اللوتس واللي بتدي مزيج رائع بين العراقة والحداثة. القمة هتكون مصممة علشان تعكس أشعة الشمس وتضيء بالليل بشكل مبهر. وحوالين البرج هيكون في مساحات خضراء واسعة وقناة مائية مستوحاة من نهر النيل بتضيف للمنطقة جمال طبيعي بيكمل التحفة المعمارية دي. المهندسين كمان بيشتغلوا على نظام تهوية وتبريد طبيعي هيخلي المبنى صديق للبيئة ويوفر في استهلاك الطاقة، وده بيعكس اتجاه مصر لدعم التنمية المستدامة. بالإضافة لكده تصميم البرج بيشمل مساحات متعددة الاستخدامات، يعني ممكن تلاقي مكاتب تجارية ومناطق ترفيهية وحتى معارض فنية داخل نفس المبنى.
ده بيخلي البرج مكان متكامل يناسب كل الفئات. إزاي البرج ده هيساهم في الاقتصاد المصري؟ المشروع مش بس رمز معماري، لكنه فرصة اقتصادية جبارة. أثناء مرحلة البناء آلاف الوظائف هتتوفر للعمال والمهندسين، وبعد الافتتاح هيكون مركز لجذب السياحة العالمية. ملايين الزوار هييجوا مخصوص يشوفوا البرج ويستمتعوا بالخدمات اللي بيقدمها. كمان البرج هيكون فرصة لجذب الشركات العالمية، لأن مقرات زي أمازون وأبل وغيرها هتفضل إنها تتواجد في مكان مميز زي ده. ده غير إن العقارات حوالين البرج هتزيد قيمتها بشكل كبير، وده هيكون دافع للاستثمار الأجنبي. وفي نفس الوقت برج المسلة هيكون مصدر إيرادات ضخم للدولة من خلال تأجير المساحات التجارية والسكنية والمرافق الترفيهية الموجودة فيه. غير كده البرج هيساهم في تعزيز صورة مصر على الساحة الدولية كمركز للاستثمار والسياحة، وده معناه إن الاقتصاد المصري هيستفيد من المشروع بشكل مباشر وغير مباشر. مشاريع مشابهة، وهل في دروس مستفادة؟ لما نبص على أبراج زي برج خليفة في دبي أو برج شنغهاي في الصين، هنلاحظ إن المشروعات دي غيرت شكل المدن اللي فيها. برج خليفة مش بس كان رمز لدبي، لكنه كمان ساهم في جذب ملايين السياح ورفع من قيمة العقارات حواليه بشكل كبير. وبرج شنغهاي في الصين اللي بيعتبر من أكتر الأبراج صداقة للبيئة، أصبح نموذج يحتذى بيه في استخدام التكنولوجيا لتوفير الطاقة. المشاريع دي بتعلمنا إن النجاح مش بس في بناء برج طويل، لكن في استغلاله بشكل يضيف قيمة اقتصادية واجتماعية. بالإضافة لكده في مشاريع زي برج طوكيو في اليابان اللي بيستخدم تقنيات مقاومة للزلازل، وده بيعلمنا أهمية دمج التكنولوجيا مع التصميم لضمان الأمان والاستدامة. التحديات اللي ممكن تواجه المشروع: برج المسلة مشروع ضخم ومفيش شك إنه هيواجه تحديات. من أبرز التحديات دي التمويل الضخم. تكلفة المشروع بتتجاوز 3 مليار دولار، وده محتاج شراكات استثمارية كبيرة سواء محلية أو دولية. التكنولوجيا المتطورة. تنفيذ برج بالارتفاع ده محتاج تقنيات حديثة جدا لضمان الأمان والاستدامة. الإدارة والتخطيط. إدارة مشروع بالحجم ده بتتطلب تنسيق عالي بين جهات متعددة لضمان إنهاء المشروع في الوقت المحدد. لكن التحديات دي مش مستحيلة، ومع الإرادة والخبرة مصر قادرة على تخطيها. في النهاية، هل برج المسلة هيتنفذ ولا لأ؟ مصر عندها الخبرة والطموح اللي يخليها تنفذ المشروع ده، ولو اكتمل هيكون أطول برج في العالم ورمز للتقدم اللي بنسعى ليه. المشروع ده لو تم بالشكل المخطط ليه هيكون نقطة تحول مش بس لمصر، لكن للمنطقة كلها. السؤال دلوقتي: هل العالم جاهز يشوف مصر في مكانة عمرانية واقتصادية جديدة؟ شاركنا رأيك في التعليقات. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير، وطبعاً الاشتراك في القناة. قولوا لنا في الكومنتات أكتر حاجة عجبتكم في الفيديو، ونشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.